إيهاب الفولي طلع مع إيهاب الفولي ده إيهاب الفولي، طلع يا جماعة كالعادة مع الناس اللي هم الزمالك اللي هم هزازين رؤوس ونعم وطيب وحاضر ونعم والجو ده، طلع مع الناس دي على طول، فطلع في قناة الزمالك، فخالد الغندور هاشغّل لكم الفيديو من الأول بيسأله إيه تعليقك على الفرحة وفرحة كاس السوبر وكده، نسمع الفيديو ده مع بعض يا جماعة، ونقعد نهيّس شوية لإن إحنا فعلًا هنهيّس تهييس دلوقتي من اللي يحبوا قلبكم، يالّا بينا، يالّا بينا. نسمع بقى خالد الغندور بيسأل إيهاب الفولي بيقول له إيه، وإيهاب الفولي المُبدع الراجل الgenius اللي معدّي كل توقعات، بيرُد على إيهاب الفولي يقول له إيه، ها، إن الفرحة كانت مُبالغ فيها بالنسبة لجمهور النادي الأهلي والّا ده طبيعي؟ دي نمرة 1. كمية التريقة على زكريا الوردي من غلطة، مع إن غيره غلطها كتير يعني، في كذا لاعب غلط السنة اللي فاتت، آخر ماتشين زمالك وأهلي، الزمالك كسبهم أو اتعادل معاهم كانت بأخطاء من لعيبة الأهلي ولاعيبة كبار يعني. التريقة على إمام عاشور، الترقيصة بتاعة طاهر محمد طاهر، يعني إيه التركيز السوشيال ميديا على فكرة مش على لعيبتي كسبت إيه، لأ التركيز على فيريرا، تريقة على فيريرا، تريقة على زكريا الوردي، تريقة على إمم. إمام عاشور، تريقة على نادي يعني رأيك والفرحة اللي هي فرحة ورقص وزغاريط وحاجات كبيرة كده. أنا شايف طبعًا كلنا سمعنا السؤال بتاع خالد الغندور إن في فرحة ورقص وزغاريط وناسيين الفوز ومركّزين معانا في حاجات تانية، يا حبيبي إحنا مش مركّزين معاك يا حبيب قلبي تعالَ بس، تعالَ كده رُد على خالد الأول، لا مش مركّز معاك، أنت فيريرا جِبت سيرة الأهلي في المؤتمر قبل وبعد، فبارُد عليك، بادّيك برضه بادّيك حقك يعني، أفرح وأعمل عشان أنتم بتزيطوا وزيطتوا فأنا طبيعي أفرح، أنت ناسي يا قلبه لمّا فُزت على إسرن كومباني قلع التيشيرت زيزو وهو ورُحت حضنت الجمهور. فاكر في ماتش سموحه اللي فات بتاع الدوري لمّا شيكابالا والمدافع جابها شاطها وجابها في نفسه، شُفت الاحتفال كان عامل إزاي؟ إيه يا حبيبي، هو حرام عليك حلال ليك وحرام علينا؟ ده بس بارُد على دودي الغندور عشان أنا ما باقدرش أفوّت له الصراحة يعني، وفرحة هستيرية وزغاريط، آه يا حبيبي هنفرح وهنزيد، وما تجيبش سيرتنا مش هاجيب سيرتك، هتجيب سيرتي هاطلع أتكلم عنك وهاقول فيريرا قال وما تجيبش سيرة الأهلي، اتعلّق على خيبتك يا حبيبي وابعد عني، دي حاجة. نكمّل بقى نشوف بقى المُبدع الفولي رَد عليه قال له إيه، يالّا يا فولي يا مُبدع. إن الفرحة طبيعية. إن أنت أمّا بتكسب البطل، بطل الدوري والكاس، حاجة أنت مش مصدّقها. إحنا مش مصدقين. وجمهور الأهلي طول الفترة طول يعني السنتين اللي فاتت عنده كبت شديد جدًا، هنموت جدًا من الكبت إحنا هنموت. من نادي الزمالك. عنده خوف إن تستمر أو يبقى في عقدة زملكاوية. إن الماتش ده كان ممكن يبقى يقلب لعقدة. في كبت النهارده، غير إن أنت أنا أصلًا عندي كبت، إحنا يا جمهور يعني عندنا لمّا تيجي كبت، نتكلم بالورقة والقلم، يعني بطل الدوري وبطل الكاس هو الزمالك. برضه بطل الأهلي الدوري في والكاس. البطولة ديّة قايم بدور دوبلير بطل أوه! الكاس. صح. هو الأهلي مش لا بقى دوبلير بطل الدوري عشان غيّروا طيب يبقى غيّروا اللائحة. الأهلي بيلعب إحنا يا أهلي بنلعب في بطولة السوبر اللي سكّناهم فيها، بنلعب بدور الدوبلير بطل الكاس، راح هو التاني طبعًا هو مش عارف القواعد، هو بيعلّق وخلاص هُم مش عارفين حاجة، فالتاني بيصلّح له قال له: "لأ قصدك دوبلير بطل الدوري عشان القانون اتغيّر والجو ده." إحنا دوبلير، جاي لك يا حُبّي جاي لك، اتقل، اتقل. بصفته دوبلير بطل الدوري، هو لا بطل دوري ولا بطل كاس. فجمهور الدوبلير بطل الدوري طبيعي جدًا، جدًا، جدًا يفرح إن أنت بتكسب بطل الدوري وبتكسب بطل الكاس، يا حاجة طبيعية. سلام، ده ما يا يبقاش سلام! يعني لازم العقل والمنطق يتدخّل هنا. أمّا تجيب بطل الأبطال وتجيب الدوبلير بتاعه اللي هو جاي بيقوم بدوره أو ويكسب، لأ ده اسمها وصيف، اسمها وصيف دوبلير، لأ وصيف ده صاحب المركز الثاني. أنا باكلمك في البطولة. النهارده بطولة إن بطولة بطولة السوبر معناها إن بطل الدوري في المحلي يلاعب بطل الكاس المحلي. وكلمة دوبلير ما هياش، معلش أنا باتكلم بقى بإيه، بالمعاني الصحيحة. كلمة دوبلير يعني إيه؟ أنت بتأدي دور البطل، ده أهو دوبلير. فهمت قصدك ان انت نظرا لان بطل الدوري وبطل الكاس الزمالك، فاحنا عايزين نلعب ماتش سوبر فلازم نجيب فريق يلعب بطل الدوري والكاس. فجبت النادي الاهلي اللي هو ثالث الدوري، اللي هو ثالث الدوري السنه اللي فاتت. هو لا السوبر ده اللي قبل اللي فات. اللي هو تاني الدوري سامعين يا جماعة بيقول إيه؟ يعني الكاس يعني التاني وتاني الكاس. يعني هو لا اول كاس ولا اول دوري صحيح. فمش في مكانه، فلعب المباراه عشان يبقى الوضع. احنا بنوصف وصف بس استطاع انه يكسب. ممكن الاهلي الزمالك اسمعوا لما دي يلعب كمان. ترام يكسب الزمالك.
ترام بيلعب مع الزمالك. البلاستيك لو لعب البلاستيك مع الزمالك ده يمكن بلاستيك يكسب احنا الزمالك. انا مش مخوف. بص يا جماعه بيقول له احنا بنتكلم بالعقل والمنطق، هو عجبني قوي، العقل والمنطق هو اللي بيتكلم يا جماعه. قال له ان الدوبلير وجمهور الدوبلير اللي احنا فرحانين وزيطين عشان احنا دوبلير بنلعب قال الزمالك بطل الابطال عشان خد دوري وكاس بطل الابطال واحنا دوبلير، يعني بنأدي دور البطل. التاني بقى خالد الغندور قال له لا يعني قصدك وصيف، قال له لا دوبلير، فخالد الغندور قال له اه فهمتك يعني بيأدي دور البطل، فاهم؟ قال له يعني احنا بنأدي دور البطل، فالدوبلير اللي هو احنا لازم نفرح ونزغرط ونهيس ونعمل كده عشان احنا بنلاعب بطل الابطال وكنا بنلعب دوري وكاس وانت جاي يا عيني دوبلير وفجأة رحت نفسك فاز. واحنا بنتكلم اللي عجبتني وانا بتكلم بالعقل والمنطق. تعالى لي بقى يا حبيب قلبي كده وانت بقى بتتكلم بالعقل والمنطق، يا تقول عليا انا دوبلير وقال جمهور الدوبلير. دوبلير ايه يا ابو دوبلير؟ ده ما انا كنت بقى سميتك في افريقيا كومبارس، لان حبيب قلبي كانت الفرق بتتأهل على قفاك في المجموعات يا حصاله، فكنت سميتك الزمالك هو فريق كومبارس في افريقيا يا كومبارس. ده الفرق كانت بتشهر على قفاك، ولا انت ناسي؟ ولو كنت ناسي مغربي يفكرك، يبقى انا اسميك ساعتها بقى كومبارس في افريقيا، ما انت كومبارس مالكش اي دور، تطلع طق طق تتضرب، يطلع البطل يطلع اول وتاني وانت تطلع كحصاله، واكبر دليل انك لعبت في 64. ده انت 20 سنه يا كومبارس، مش دوبلير بقى اللي هو احسن من الكومبارس، دوبلير يعني على الاقل احسن، دوبلير على الاقل الناس فاكراه وهو بطل، فاكراه البطل، لكن انا بطل، انا عمري ما هبقى دوبلير يا حبي يا كومبارس. وبيطلعوا على قفاك وبيتاهلوا على قفاك، ولا نسيت؟ دي اول حاجه. تاني حاجه لما تيجي تقول دوبلير، لما تيجي تقول دوبلير، دوبلير ايه يا ابو 14 دوري وانا 42؟ دوبلير ايه يا اللي انا فايز عليك 5 وفايز عليك 6 وفي اخر وانتوا في اخر ماتش فزتوا عليا ماتش واحد بس واتعادلتوا ماتش في اخر 3 سنين، ده انا فايز عليك 5 سكك وفايز عليك 6. لو احنا فرحانين ومكسوفين ان احنا فزنا على بطل الابطال زي ما انت بتقولوا بالعقل والمنطق، امال انتوا تعملوا ايه بقى في السنين اللي فاتت دي؟ طيب يعني تعملوا ايه في السنين اللي فاتت لو احنا دوبلير لو احنا بنسمينا دوبلير عشان اخر سنتين؟ امال انت في السنين اللي فاتت ده انت ايه؟ ده انت لعبت دور دوبلير ولعبت دور كومبارس، كومبارس ده على طول في افريقيا، ولعبت دور ممثل درجه تانية واسمك اتشال من على التتر وما كنتش في التتر اصلا و و و و و و ولا انا غلطان؟ لا حبيبي يا بس فهمت قصدي؟ فانت هتقعد بقى تهبس وتقول اي كلام، بس انا ايه بحب ايه ارد ايه على الكلام ده معايا. ده انتوا عايز اقول لك حاجه حبيبي، ده انا عايز افهمك بس نقطه مهمه جدا يا باشا، انتوا بعد اي هزيمه بتختفوا، بتنتهوا تماما، بتختفوا. ده انت اللي مقوي قلبكم دلوقتي وبتظهروا في القناه الكاس والدوري، لكن الناس بتوعكم على السوشيال ميديا بيختفوا تماما، ما فيش حد بيتكلم ولا حد بيفتح بقه. الناس بتاعتكم لما بالاهلي بيفوز على اي فريق بيقول لك الاهلي فاز على الفريق المستسلم والضعيف. يا جماعه ده جمال عبد الحميد طلع النهارده بيقول الزمالك ماله، الزمالك اكيد محسود. يا سلام، محسود؟ بخروا يا جيمي، بخروا يا جيمي والنبي بخروا. فيا هاب يا فولي خد بالك من انت بتتكلم عن ايه، احنا بنسمينا دوبلير، وانا زي ما قلت لك يبقى انت بقى ايه كومبارس في ايه.